بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ووري. ووري يعني شو، يعني الموسم الاقليم الصيف. صيف شو حر صيف. الموسم الصيف يعني ووري. وس دقرمي موسم دي. وس دقرمي موسم دي يعني الآن الموسم الجو الصيف. دي قال لا ديرا قرمي ده. دي قال ديرا قرمي ده. يعني هذه السنة الشوب الحار جدا. هواء نن ديرا هواء نن ديرا تودنا. اليوم حار جدا، اليوم شوب كثير. كما يقولون الأتراك بوبون شوف سجار. قولي كخلق قولي كخلق ديري وبتسكي. تستطيع تقول تسخي بدل كاف خا تسخي أيضا يعني لهجة. نينغراها ولاية جلال آباد خار بأفغانستان ترتولو تودهوا لري قولي. ولاية ننجرهار مدينة جلال آباد في أفغانستان أكثر شوب في الصيف. يعني أسخن مدينة، أسخن ولاية في الشوب في الصيف في جميع الولايات. تقريبا أفغانستان فيها 34 ولايات من عدا اللي محتلة عند باكستان. هذيك اسمها بختونخوا. الآن الحرة تحت الإيد أفغانستان، تحت الحكومة أفغانستان فيها 34 ولايات. أسخن مدينة وأسخن ولاية ننجرهار، ومدينة اسمها جلال آباد. ننجرهار يعني أسخن ولاية في أفغانستان في الصيف، وخصوصا بالخصوص في ننجرهار مدينة جلال آباد في أفغانستان. ننجرهار ولاية يعني ولاية ننجرهار. جلال آباد خار يعني مدينة جلال آباد بأفغانستان ترتولو تودهوا لري قولي. يعني في أفغانستان أكثر الهواء أسخن الهواء في الصيف في ولاية ننجرهار في مدينة جلال آباد في أفغانستان. يعني أكثر شيء أول واحد. The beard أو شاب سري قولي كي جون دير ساختي يعني ضخم أو ثمين. الرجل ثمين حياته صعبة في الصيف. لماذا؟ كل واحد يعرف السبب. لأنه هو يشيب كثير يعني حياته صعبة. هو بدون مروحة لا يستطيع يبعد عن مروحة ساعة، وهكذا يشرب ماء جدا ثمين يعني لأن في جسمه دهون جدا. لهذا السبب the beard يعني سمين. وبعد يسمونها شاق ببدل قاف هون تحسن تستطيع حد غين شاق أيضا هي لهجة. بيرد أيضا نفسه يعني سمين، وشاق أيضا سمين. the beard أو شاق سري يعني رجل. قولي يعني الصيف. جون يعني حياة. دير سخوي كثير صعبة جدا. خوار أو دنجر. خوار أيضا نحيف مثلي. الدنجر يعني أنحف مني. خوار أو دنجر ده أولي أساوي. للنحيف الصيف أسهل يعني أسهل. لماذا؟ كمثلي أنا الحمد لله أنا بدون مروحة أستطيع أنام. والآن أيضا جيت بالشمس إلى الدرس. لهذا النحيف لأنه في جسمي لا يوجد دهون ولحوم وعضلات كثير لا يشيب كما يشيبون كما يشعرون بالحر. الثمين لا يشعر النحيف بالحر. وولد الله ذوي نعمته. وولد يعني الصيف. الله ذوي نعمته يعني الصيف أكبر نعمة من الله سبحانه وتعالى. صح والله. أكثر فواكه، أكثر ثمرات وخضروات خضرة كل شيء. إذا تفكر وتشوف يعني بتشوفوا بتلاقيهم بالصيف. ديرو إنسانان وولد خوري وأنا منهم. يقول كثير من الناس، كثير من البشر يحبون الصيف وأنا منهم. إي والله صح. ديرو إنسانان وولد خوري. إنسان يعني إنسانان عنا البشر. ز يعني أنا. ز قولك دير
فعال أو تشالاكيم. ز يعني أنا، في بوريكي يعني في الصيف، دير يعني زياد، فعال يعني فعال يعني ناشد أو تشالاكيم. فعال عندنا كلمة يعني ناشد، كلمة أفغانية أصلية مثل العربي كما في العربي دي. عندنا ناشد يعني فعال. وتشالاك أيضا في عندنا يوجد، لكن هاي كلمة أصلية هندية واللغة وردية باكستانية. تنبو تشالاكو، الهندي يقول أنت चालाक يعني أنت अपने आप को बहुत चालाक समझते हो, أنت بتحس حالك بتفكر حالك كثير يعني ذكي. चालाक هم يقولون للذكي. وचालाक في اللهجة البشتوني باكستاني كمان चालाक يعني ناشط. لهذا أنا كتبت معه. والचालाक بالأردي كمان चालाक يعني ذكي. أما صار انتشرت عندنا في أفغانستان أيضا لأنه في باكستان البشتون يستخدمونها. لهذا السبب انتشرت عندنا أيضا. يقول هذا الرجل चालाक يعني هذا ناشط. أما إذا سمعت من واحد هندي إنه ये आदमी चालाक है يعني ये आदमी चालाक है يعني هذا الرجل ذكي. دوري المر دير تيزوي نخلق توروي. الشمس في الصيف شديد جدا فيجعلون الناس أثمر. لهذا السبب أنا في العيد لما رآني واحد صديقي عربي قال لي ليش سمراء؟ لماذا سمراء؟ قلت له أنا من قبل سمراء أفغانيين فعلا. يعني هو طبعا أفغانيين نحن لوننا البشتون حنطاوي لأن أرضنا هكذا. الإنسان لونه يأخذ لون من أراضي من أرضه كما لون البلد. لون بلدنا هكذا حنطاوي أو أسمر. قلت له أنا أسمر من قبل. قال لا ما كنت هكذا أسمر جدا. فقلت له ذكرت أنا في البحر يومين في العيد ظليت تحت الشمس في البحر. لهذا السبب يمكن أنت تحسني أنه أنا سمراء. دوري المر دير تيزوي لهون. دوري المر دير تيزوي يعني الشمس. دور يعني الصيف، المر يعني الشمس، دير يعني كثير، تيز يعني شديد. دوري المر دير تيزوي الشمس في الصيف شديد جدا. انه خلق توروي فيجعلون الناس اسمراني. هذا صحيح في كل بلد. पौड़ी की अफगानिस्तान की 13वीं की पौड़ी की अफगानिस्तान की 13वीं की يعني في الصيف في أفغانستان تلاقي يعني ستلاقي الفواكه ثمر جدا. يزرع الأثمار الثمر الفواكه في أفغانستان أكثر شيء في الصيف. لهذا السبب رمان وبطيخ الأصفر وبطيخ الأحمر والعنب وكثير فواكه يعني رخيص جدا. أرخص يعني من فجل. أرخص من فجل. عندنا لما في المثال نعطي شيء في الفواكه وفي الخضرة نقول أرخص من فجل. يعني لماذا؟ أن الفجل أرخص شيء. كثير الناس لا يحبونه لا يأكلون إلا كبار السن. पौड़ी की अफगानिस्तान की 13वीं की मेवे يعني فواكه. فأفغانستان يعني في أفغانستان. पौड़ी की يعني في الصيف. فأفغانستان يعني في أفغانستان. إلى هنا نفس الكلمة. पौड़ी की يعني في في الصيف. فأفغانستان يعني في أفغانستان. تحسن تقول في السعودية عربستان يعني في السعودية. في سوريا يعني في سوريا في تركيا يعني في تركيا في الإمارات أو في العربي في الإمارات العربية في الهند في الهند في أمريكا في أمريكا يعني سهل جدا. ديري ميويكي تزرع فواكه جدا وتقريبا يمكن في كثير البلدان. بس في أفغانستان لماذا؟ لأن أفغانستان تقريبا 7 أشهر في الشتاء و5 أشهر صيف. وفي باكستان 6 أشهر شتاء و6 أشهر شمس. في بعض ولايات أفغانستان كمان هكذا. نزدي جولاي أو أغسطس برتولو هوادونوكي هنا ألف. هنا تكتب نجدي أيضا لهجات. نجدي أيضا نجدي كما تريد. قل نجدي يعني تقريبا. نجدي
نزدي بالزاء يعني تقريبا، بالجاء دي نجدي يعني تقريبا، كلها نفس الكلمة نفس المعنى بس تختلف اللهجات. نحن بلهجتي نحن نقول نجدي أو نجدي. أنا فعلا أنا أقول نجدي، نجدي ما قال نجدي يعني تعال إلى نجدي أيضا قريب وتقريبا أيضا. نحن نكتب تقريبا أيضا، نحن باللغة الأفغاني باللغة بشتو تحسن تقول تقريبا، تقريبا أيضا. بس كلمة بشتونية أصلي ليس، إنها ليس كلمة بشتونية، إنها كلمة عربية وكلمة أردية. تستطيع تقول تقريبا جولاي أو أغسطس برتولو هوادونو كي جرميوي جرميوي. تمام. تستطيع تقول نجدي جولاي أو أغسطس برتولو هوادونو كي جرميوي، يا نزدي جولاي أو أغسطس برتولو هوادونو، يا نجدي جولاي أو أغسطس، يا لا تقول نجدي قل تقريبا. أيضا أفغاني يفهم عليك. تقريبا جولاي أو أغسطس برتولو هوادونو كي جرميوي، تقريبا يعني يوليو ويوليو في كل بلدان، في كل بلدان وفي كل المواطن في هذا شهرين حار شوب جدا. الجولاي وأغسطس ليس كلمات أفغانية بشتونية، جولاي وأغسطس إنجليزي، لكن كيف بعض الكلمات يعني حتى بالعربي صاروا مشهور معروف جدا، يستخدمون الناس كثير جدا، الشباب يستخدمون هذه الكلمات جدا. هذول ليس نحن عندنا أسماء أصلية. إن شاء الله يوم من الأيام سأقدم لكم الدرس أيام الأسبوع والشهور وأسماء الشهور وأسماء الأيام والسنة كله إن شاء الله، لكي تعرفوا هذا جولاي وأغسطس كلمات إنجليزي لكن يقولون عنها عندنا أيضا. كيف مثلا الفيسبوك والواتس والإنستا واليوتيوب كلمات إنجليزي لكن بالعربي وبكثير اللغات. أنا تقريبا في 20 لغات أعرف أنه في 20 لغات نفس الأسماء أو أكثر. نجدي جولاي أو أغسطس برتولو هوادونو كي جرميوي، تقريبا برتولو في كل بلدان في كل مواد يوليو ويونيو حار وسريع هكذا تقول. نجدي جولاي أو أغسطس برتولو هوادونو كي جرميوي، مثل اللي يقدم أخبار. بوريكي ورزي ديري وبديري، بوريكي ورزي ديري وبديري. في الصيف الأيام طوال، الأيام طوال جدا كثير جدا صح، والليال قصير، ليال قصير وأيام طوال. بوريكي ورزي ديري وبديري، وري الصيف ورزي يعني أيام، ورز يوم ورزي أيام، دير يعني كثير وقدير طويل، وقد طويل وقدير طوال. بوريكي دير زوانان وقت سندونو نهرونو أو باركونو كي تيروي. بوريكي دير زوانان وقت سندونو نهرونو أو باركونو كي تيروي، يعني في الصيف كثير من الشباب تلاقي يعني هم يمرون، هم يضلون يتمون في الحدائق في الأنهار، في أنهار ونهرون. نحن ما نسمي السندون عنا يعني أنهار، نهرون نهر بالعربي، نهر يعني النهر. نحن النهر عنا نحن نسمي للنهر بالعربي اللي أنتم تسمونها نهر نحن نقول له سندون يعني أنهار. نهرنا يعني أصغر من نهر وأكبر من عينه. بوريكي دير زوانان وقت وسندونو نهرونو أو باركونو كي تيروي. كثير في الصيف كثير من الشباب يطمون في الأنهار يسبحون. عندنا أنهار في أفغانستان كثير لهذا السبب، والذين أصغر من نهر أو بباركون كبيرة أو في الحدائق. لهذا أنا في السنة الماضية ذهبت إلى الدكتور، قلت له أنا هنا هذا أذني يوجعني يؤلمني جدا،
قال أنت لما كنت صغير، قلت له 5 سنين أنا أشعر بهذا الوجع بهذا الألم ولم يعني لم أطيق. قال لي أنت ظليت كثير شعرك مبلول وظليت في الماء كثير جدا شيء. قلت له نعم، لما كنت صغير دائما يعني أكثر 3/4 يومي كان في الأنهار وفي في الماء، يعني كنت أسبح لأن هناك صيف في الصيف. الصغار لما كنا صغار الأولاد يحبون الماء في الصيف ويحبون يخرجون من البيت ويظلون في الخارج. لهذا السبب قلت له نعم أنا ظليت في الماء كثير جدا في الأنهار، وحتى هنا الآن في تركيا أيضا أذهب إلى البحر جدا. قال لي تمام، ليس لا بأس عليك إن شاء الله، لا بأس طهورا، بس لا تخلي شعرك مبلول دائما، يعني لما تصبح فورا نشف شعرك. وكان شعري طويل هكذا لهذا السبب. اليوم يمكن يكفي إن شاء الله. إنني أتمنى تفيدون من هذا الدرس، وفي الدرس القادم سنرى إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.